السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد من رسائل الصفحة. تمام، ركزوا بقى معايا في الكلام ده. مساء الخير يا كابتن، اخبارك ايه؟ انا حبيت بنت معايا في الجامعة، ولما اتأكدنا من مشاعرنا رحت اتقدم لها. وانا والدي متوفي، فخدت معايا والدتي واخويا وعمي، وهي عندها اتنين صبيان كبار رجالة يعني، اكبر مني كمان. ووالدها ووالدتها عايشين، فاحنا قاعدين بنضحك وبنهزر، وابتدينا بقى نتكلم في التفاصيل. لقيت الراجل قاعد كده خالص ما اتكلمش، والست كل شويه هي اللي عماله تتكلم وتقول هنعمل وهنسوي. وعمي كل شويه يبص للحاج، لحمايه، ويقول له طب هنعمل ايه، طب ما اعرفش ايه. الراجل قال لا انا ماليش دعوه. تمام، الكلام كله مع ايه؟ مع الحاجه. طيب، فراح ساعتها عمي حسيت ان وشه قلب وعمل ان جات له رساله ان ابنه تعبان واتضايق جدا واعتذر. وطبعا كلنا مشينا وقلنا ان احنا هنحدد ميعاد تاني. واحنا نازلين قال لي البيت ده عوج وما ينفعش معانا، علشان يعني الام اللي بتتكلم وكده. يعني يا كابتن، امه خايفه على مصلحتها، هتعمل ايه؟ اه يا لئيم، يا لئيم. طيب هرد عليك وبس. والدتي بتقول لي لا، الناس دول ما ينفعوش. وعمي قال لي لا، طلعوني بره الموضوع، ولو عايز تيجي بقى هات امك وتعالى، ويبقى ايه، نسوان مع بعض. حلو، عمك ده رائع. تمام. تمام، هو عايز بيستشيرني يعني اعمل ايه. طب بص يا صاحبي، عمك ده رائع، رائع. ليه رائع؟ لان هو ما بوظلكش الموضوع. كان ممكن يقعد ويعمل مشاكل وازاي، والمفروض الراجل يتكلم والمفروض الستات كده يعني. بس لا، ده عمك ده راجل فهمان. ليه بقى؟ لان هو خلع بالاصول، وفي نفس الوقت اداك او فتح الباب انك لو عايز تيجي تاني تتهزق مفيش مشاكل، ده براحتك بقى. بس هو كده خلع او ساب ايده. بص يا حبيب قلبي، بعد اذنك لما تيجي تخبط على باب اتعامل مع رجاله. وبعدين انت قلت لي كلمه خايبه قوي، قلت لي امه خايفه على بنتها. يعني هو الاب مش خايف على بنته؟ يعني هما الاتنين الرجاله دول الاخوات مش خايفين على اختهم؟ فمش عايزين كلام اهبل، مع احترامي ليك يعني. يا ابني يا حبيبي، ده بيت ممشياه واحده ست، فما ينفعش معانا الكلام ده. البيت ده عوج، والبيت ده هيحصل فيه مشاكل، وحاجه من الاتنين: يا اتطلق، والله اعلم بقى، اتطلق بعد عيل، بعد اتنين، بعد تلاته، بس مصيرها الطلاق. يا اما هتعيش في البيت زي الخيشه، زي السفنجه، تمتص اهانات، وتروح بقى مش تفضيها في الحوض، لا تفضيها على القهوه. يا ابن الحلال، انت بيت فيه رجاله، حتى لو ابوك متوفي ربنا يرحمه، فرحت انت واخوك، حتى لو كان اصغر منك، رحت انت واخوك وعمك. لازم راجل في الموضوع. يعني انت ينفع تخش بيت المفروض ان فيه تلات رجاله يخرسوا يسكتوا، والست هي اللي تتكلم؟ دي عاداتنا يعني، دي تقاليدنا. ما هو لو كده بقى، لو مفتوحه واحنا في امريكا، ومفيش حاجه اسمها فرق ما بين راجل وست، عادي بقى، فانت خدها وامشي واتكل على الله بقى، لا تقعد بلا اب ولا ام. ولكن احنا عندنا عادات وعندنا اصول، فما ينفعش الاصول دي حد يعديها. في مثل كمان بيقول لك اقلب القدر على فمها تطلع البت لامها. تطلع البت شخصيتها قويه وهتركبك في البيت. وده خلي بالك خارج فطرة الست وخارج فطرة الراجل. لان فطرة الست لو لقت حد هي تركبه او تسيطر عليه هتبقى مبسوطة لبعض الوقت، بعد كده هتشوف حد تاني يملى عينيها، لان هو مش هيبقى مالي عينيها، ما هي راكباه. هتقولي ما هي شخصيتها قوية وتحب تركب، لا مؤاخذة. اقول لك بس برضه في النهاية هي الست عايزة اللي يبقى هو الهيد عليها، الكلمه كلمته والشوره شورته. والستات بتحب كده حتى لو بانت انها ما بتحبش كده. الست القويه بتحب الراجل اللي شخصيته قويه، ما بتحبش الراجل الضعيف الهلوله السفنجه.
هتقول لي طب انت بتفتي على اساس ايه؟ هقول لك انا بفتي على اساس ان انا شفت اصحابي كتير كده. انا كان ليا 3، واحد 2 اتطلقوا، وواحد عايش سفنجه وهو عارف ان هو سفنجه مش عارف يعمل ايه. خلاص يقعد على القهوه يقول له ايه يا عم يا شبشبت لك، خلاص هو سفنجه، هو رضي ان هو يبقى سفنجه. انت ترضى تبقى سفنجه؟ روح يلا تاني يوم خطوبها واتجوزها ويبقى بقى يعني خليك جوز الهاني. انت دمك حر ومش عايز تبقى سفنجه؟ اخلع واخلع، علشان انت امك اللي ماشيه البيت وانا راجل محدش يمشيني. هتقولي طب ما هو ممكن تكون هي غير امها. هقول لك ممكن بنسبه 10% او بنسبه 20%، بس هو الجواز فيه ريسك يا حبيبي. حبيبي اصل ده مش تيشيرت بتشتريه لقيت فيه ديفو بسعر كويس فبتشتريه، لا دي جوازه يا حبيبي هتعمر العمر كله، وعيالها يبقوا موجودين، ولو لا قدر الله حصل حاجه وفي عيال هتطلع بس هتطلع بالدم. اوعى تفتكر ان الطلاق خسارته في فلوسه، في خسارات اكتر من كده. بيبقى في عيال خساره اكبر. فمش الجواز اللي هنعمل فيه، ما هو ممكن وممكن، لانك في الاخر ممكن تلبس وانك تاخد الريسك في مشروع بيزنس، فلوس هتخسرها مش مشكله، انما لما تاخد الريسك في مشروع جواز دي مشكله كبيره. افرض بعد، وفي حاجات حبيبي ما بتبانش الا بعد الجواز. هتعمل ايه بعد الجواز؟ وقبل الجواز هتبقى كيوت وهتبقى جميله وهتسمع كلامك وهتقول لك حاضر وهتقول لك نعم وهتقول لك راجلي وهتقول لك ذكري وهتقول لك ما اعرفش ايه. بس بعد الجواز يا باشا الموضوع بيختلف تماما. هتلبس والوش الحقيقي بيطلع ليك وليها. يعني الوش الحقيقي ليك هيظهر والوش الحقيقي ليها هيظهر. فخلي بالك، عمك عمل معاك الصح، عمك ادالك الموضوع في ايدك. عايز تعمل ايه؟ عايز تبقى الهوله ودلدول ولا عايز تبقى راجل؟ خليك راجل. وشوف يا عم كومنتات الناس اللي هتكتب كومنتاتها، يمكن الناس هتختلف معايا يا عم، مش مشكله، انا ارحب بالاختلاف لو كان بادب. فشوف الناس هتقول لك ايه في الكومنتات. هتقول لك توكل على الله ما تسمعش كلام الراجل ده، ولا اخلع يا ياسين، اهرب يا ياسين ربنا معاك. هو ما اسموش ياسين بس زي الفيلم، اهرب يا ياسين ربنا معاك. وانا بقول لك اهو، وانا الناس هتكتب لك في الكومنتات اهرب يا ياسين ربنا معاك. بس كده كلام عندي خالص. كل واحد بيتعلق من ايه؟ من عرقوبه زي ما بيقولوا. بس كده. وطبعا الناس اللي هتقول لي انت جايب منين تي شيرت الاوفر سايز الجميل القط 100%، اقول لكم ده من رانا لون البراند. هسيب لكم لينك الانستجرام او الكومنت، في خصومات رهيبه جدا. واسمع الكلام يا ابن الله يبارك لك، واخلع. سلام.